المشكله بقى ان هم فاهمين يا عيني بس سذاجتهم ان انا لما احط حاجه في المناهج هتبقى هي دي التاريخ. ما يعرفوش المناهج بتتغير من ترم للتاني ومن سنه للتانيه. احنا كان على ايامنا التغيير في المنهج ده شيء صعب جدا جدا جدا. وانا فاكره كان في معلومه وانا في ثانويه عامه كده في الكيمياء صغيره مكتوبه في هامش، ما رضوش يغيروا المنهج فحطوها في هامش فجه فيها سؤال، فاستغربنا قوي اللي جاي لنا السؤال في الثانويه العامه من هامش في الكتاب عن تعريف معين. قال لك ما ينفعش كنا نغير المناهج، مش كده، مش هبولي. ده كتاب قابل ان انا اذاكره للثالثه ثانوي الى اليوم. يعني مثلا لما بيقول اسباب الحمله الفرنسيه يقول لك اسباب سوريه تأديب المماليك. شوف الجمله، وهناك اسباب سوريه من نوع الاسباب التي تتذرع بها الحكومات عاده لتبرير موقفها ازاء القانون العام وامام غيرها من الدول. انما اللي حصل ان هو بعد ما انتصر في الحروب بتاعت ايطاليا والنمسا والكلام ده نابليون عمل صلح، انجلترا ما رضتش تصالح معاه فبقت دي عدوته وهي متفوقه جدا في البحر. طب يعمل ايه؟ عايز يقف لها في زورها في طريق مستعمراتها الهند الصينيه. يبقى ما فيش الا مصر. ولا ما فيش الا مصر. قال لك المماليك، المماليك مين يا عم؟ اهي من يومها الاشياء اللي انت بتقول ده الراجل ده اللي بتاع حقوق الانسان ده مهازل. عشان الجماعه الفرنكوفون يقول لك الفرنكوفونيين الثقافه والانتماء. يقول لك التنوير جاء مع الحمله الفرنسيه، التنوير جاء مع الحمله الفرنسيه. ده جم بالمطبعه وخدوها في ايدهم. ده جم قتلوا علماء في الازهر وحرقوا، اتقتل على فكره ضرب الازهر ده مات علماء كتير جدا. حرقوا المكتبه، سيبك ان هم دخلوا بالخيول على القبله ونجسوا الجامع، طلعوا الكتب ودهسوها تحت رجليهم وقطعوها حرقوها. ده بتاع الحريه والاخوه والمساواه والمجمع العلمي، دول شويه العلماء الغلابه اللي جم عملوا وصف مصر. وفيهم ناس على فكره قعدت في مصر ما رضيتش ترجع. انما الفكر بتتكتب الكلمه في التاريخ، مين اللي بيحط المقررات ويديها حتى جامده؟ يعني هنا انا كمدرس تاريخ لما اجي ادرس دي للعيال اقول لهم على فكره قيسوا على كده الانجليز لما جم مصر قال لك احنا جايين لحمايه الاقليات القبطيه وفرق تسد، هم اللي بداوا الفتنه الطائفيه في مصر. راح طالع سعد زغلول عامل لهم العلم هلال مع الصليب ضاربهم في قلبهم. انا من دي اطلع لهم حاجات كتير قوي جدا من الجمله دي، ان التاريخ في مقارنه. لما يجي يتكلم مثلا على الثوره العربيه قال لك لم تكن الثوره العربيه فتنه دمويه اريد بها اقصاء شخص الحاكم او حزبه واجلاس اخرين مكانهم كما كان يحدث عاده في بلاد الشرق، وكذلك لم تكن انقلابا شعبيا منظما ساهمت فيه الامه لنصرة مبادئ معينة كما يحدث أحيانا في الغرب. خد بالك الشرق انقلابات، الغرب ثورة شعب. بل كانت الثورة العربية من طبع خاص بها إذ جمعت بين البداوة الشرقية والمدنية الغربية، فهي في ذاتها ثورة طبيعية ذات صفة دينية قامت ضد التدخل الأجنبي وافتئاته على حقوق البلاد. ده توصيف. قال لك لا مش شعبيه لان عملها شويه عساكر والناس سموها ايامها هوجه. محدش سماها ثوره غير بعد 23 يوليو على فكره. ما عمل الكتب دي الرفعي. عملها دي كانت المقررات كلها اللي عملها الرفعي، يبدو ان هو خاف ولا حاجه فراح عامل لهم الكتب اللي تعجبهم. وقيس على هذا المنوال. الراجل ده مش كتاب يعني، ده مش انا جايباه ليه؟ مش مقرر تاريخ. ده عامل ببساطه شديده من اول الحمله الفرنسيه لغايه عرابي، بحث علمي محترم راقي ومختصر وبسيط. يعني ماسك اصلاحات محمد علي. اما نيجي نقيم الحاكم زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت، انا لقيت حاجه غريبه جدا. سنه 49 بمناسبه مرور 100 سنه على وفاه محمد علي في اغسطس، اعلنوا قبلها ب3 سنين عن مسابقه علميه لاحسن بحث تاريخي عن فترة محمد علي. لو بقول لك إنجازاته ولا بقول لك عن حقبة محمد علي. شوف الكتب اللي طلعت. كريم ثابت ده
اللي كنا بنقول مستشار الملك الثقافي واللي بوظه، اللي كان بيروح يلعب معاه قمار ومش عارفه. كان عنده جريده مش عارفه اسمها المقطم. كاتب كتاب عن محمد علي عبقري عبقري، جايب فيه نص وثيقه بعتها شاهين بيك الألفي أمير الأمراء الألفية إلى أمير البحار الإنجليزي، بيقول له تعالى اضرب محمد علي وشيله وحطنا على الحكم، واحنا من ايدك دي لايدك دي، ونحن خدام الامبراطوريه الانجليزيه البريطانيه، احنا جزمتكم فوق دماغنا. دي الورقه دي محفوظه في ارشيف احد المتاحف، جايبها، جايب نصها، ودي اللي وقعت في ايد محمد علي وخلته قتل المماليك. هنا بقى ما بيقول لك ايه؟ مؤامره الفتك بالمماليك، ما قالش مذبحه، اللي قال مذبحه الرافعي، ده مش قايل مذبحه، قال لك ويستاهلوا، ده رايه كده صريح ان مصر قبل المذبحه غير بعدها، قبل وفي وجود المماليك حاجه وبعد ما خلصوا حاجه ثانيه. اتعمل كتاب زي ده مثلا، ده بتاع جمال الدين الشيال، تاريخ الترجمه والحركه الثقافيه في عصر محمد، ده من الحاجات برضو الدكتوراه بحث لدرجه الماجستير عامله، ده انا مصوراه. جايب تاريخ التعليم كله بتاع محمد علي، مدارس 2 3 4 بالعدد، بالطالب بالتلميذ بالتلميذه، بالترجمه من اول كتاب. تفتكر مين اول كتاب ترجم؟ سنه 1819. خبر ابيض. زوال دوله الفرنسيس بتاع الجبرتي. جبرتي. ترجمه من العربيه الى التركيه عشان التراكوة يقروا. مماليك تراكوة ما بيقروش عشان يتعلموا. مؤرخ للحمله الفرنسيه. يجي بقى المؤرخين يقول لك ايه؟ محمد علي هو اللي قتل ابن الجبرتي عشان عرف اللي بيكتبوا عليه هو بيكتبه في الوطن. هو التاريخ اللي كان بيكتبه الجبرتي ده كان حد بيشوفه، كان بينزل هاشتاج على الفيسبوك على تويتر. الراجل كان بيأرخ في بيتهم. بعد كده فين لما ده بعد كام سنه لما الناس شافت الكلام ده؟ كان محمد علي مات اساسا. انما هو اللي كتبه كويس قوي تاريخ الحمله الفرنسيه، فقال الكتاب ده يترجم، وكان اول كتاب يطبع بالعربيه في المطبعه الامريكيه ويترجم الى اللغه التركيه. ويقول لك اصل هو اللي قتل، عشان كده بيكرهه. يكره مين يا عم؟ يكره مين؟ يكرهه عشان كتب عليه بس. يعني شوف انك انت تحكم بعيدا عن معطيات العصر. طيب دكتوره، احنا تعرضنا للنقطه هنا فيما يخص المناهج. طبعا يعني في موضوع التاريخ طبعا انا مش عارف هم بتعمل على اساس ايه، وطلع ان هي بتطلع بتوجيهات، يقول لك ان ده الماده دي لازم تتلغي. ده غلوشه على دماغ العيال على فكره. بس احنا هنا في نقطه مهمه جدا، لان احنا عندنا جزء من ازمه التعليم. احنا ازمه التعليم دي ازمه كبيره، عدد المدارس والمعلمين، ده اهم حاجه الحقيقه دلوقتي. المناهج. لا هي ده اصل ده الجزء الجزء ده مهم ليه؟ ده جزء بسيط من المشكله، انما المشكله الاكبر ان احنا تقريبا البلد الوحيد في العالم دلوقتي يا دكتوره اللي المناهج بتاعتهم حفظ وتلقين. كل مناهج العالم بقى لها سنين طويله بحث ومعرفه. ويقول لك احنا بقينا ديمقراطيين. اذا كنت انت بتربي العيل على حاجه اسمها نماذج، بقول لك حفظ وتلقين. فانا النهارده النماذج دي يعني يتجاوب كده يبقى غلط. ما انا بحكي لحضرتك، انا حفظ والتلقين ده خلص من العالم بقاله سنين. انا دلوقتي يعني يا ريت بعد ما احنا عارفين ازمه التعليم ازمه متعفرته من سنين طويله جدا، بس محتاجين دلوقتي احنا قدامنا. يعني الامريكان لما كان عندهم مشكله في التعليم خدوا المناهج بتاع سنغافوره، ده يعتبر سنغافوره من احدث انا مره اقترحت اخد الشهاده البريطانيه بتاعت الاي جي دي بتاعت كامبريدج وترجمها، اشتريها منهم والناس بتشتري. طريقه المنهج اترجمها في العلوم، في الرياضه. يعني الرياضه مثلا ابني انا طارق ده ملوش صبر كان على المذاكره، فانا لما بصيت لمواد الثانويه العامه كده حفظ، قلت والله ما هيتعتع منها. ده شغله دماغه يحفظ لا يمكن. لما دخلته الاي جي بيخش امتحان الرياضه ومعاه كتيب، لا كتيب في النظريات والقوانين كلها بس تحل، شغل دماغك. ما هو البحث والمعرفه يا دكتوره. بس ما انا البحث بقى والمكتبه والمعمل طيب اشتريها وترجمها. طيب ما هو ده اللي بنقول نغيره في مناهجنا. اذا كنا مش غيره، ده نشيل.
ما هو ما ينهلنا دي اشيل ده واحط ده، لان لان الحفظ والتلقين الولد بينسى بعد الامتحان باسبوع، بينسى كل اللي كان حافظه. يعني لما اجي اتكلم عن الحمله الفرنسيه، بدل ما اقول له بقى محمد علي كان العلم شكل بتتحكي ازاي؟ ها بتتحكي ازاي؟ انا وانا في ثانوي كان اخر علاقتي، انا كنت علمي وكان على ايامنا من تانية، يعني تانية علمي خلاص ما ياخدش تاريخ وجغرافيا، في اخر علاقتي بالتاريخ كانت اولى ثانوي. كنت كارهاه عمى لانه مناهج. ما هو انت بقى اصل انت بيطلب منك تحفظي، يعني يقول لك مثلا كان قاعد وكم واحد وكان لابس العمه شكل يا عم مالي ومال العمه ومال لا ده في سؤال كنت بذاكر، اتجمعت كده وانا في العباسيه اطفال العماره في الاعداديه وقعدت اذاكر لهم تاريخ، كبروا واتجوزوا وخلفوا. فتلاقي السؤال ايه؟ ماذا حدث في السنوات الآتية؟ يا راجل انت محفظ العيال ان سنة مثلا 1811 حصل مذبحة المماليك، ومذاكر لهم انه 1905 مثلا او 6 مات مصطفى كامل. طب ما في حاجة تانية حصلت في 1906. انما العيال بتحفظ كده، في سؤال تواريخ ده لازمته ايه؟ ما انا بحكي لو البحث والمعرفه بقى، المهم ما علينا، احنا المناهج والكلام ده لان دي عامله لنا اشكاليه. اطلع من الاشكاليه دي بقى على الاشكاليه اللي احنا فيها دلوقتي. الدكتوره يعني حقيقي الشباب من 15 فعلا او من 16 لحاجه و20 سنه تحسي ان خلال ال4 سنين دي يعني ما شربوناش حاجه ولا شموناش حاجه، انما كان اللي بيتعمل علينا فكره انه بيفصل هذا الشاب من اسرته، من طبعا. مجتمعه، من انه ده وبيفصل اجيال، يعني كان بيقطعه وبيخليه كيان واحد بينفخ فيه. فاوباما يطلع حولوا الصراع ما بين عواجيز وشباب. بقى في اشكاليه كبيره في الحته دي يا دكتوره بحق وحقيقي. وبعدين تلاقي هو يا عيني حافظ مش فاهم حاجه، فيكلم اي حاجه يقول لك شفت بقى اهو بلد مش عارف ايه. طيب يا ابني، كانت من ضمن برضه اللي فاصلينهم الشباب بتوع الالتراس دول الكوره ومش عارف ايه. امبارح حصل حاجه كويسه جدا، سمعت عليها. حصل حاجه كويسه ان الشباب يعني النهارده كان في نموذج يقول لنا ازاي ان مصر ممكن نقدر ناخدها ونشد ايدها وتهم معانا وتصلب عودها امبارح، لان كان الماتش ده عامل زي حالنا كده. بس الحركه اللي حصلت الصبح دي انا مش فاهماها. اللي اقتحموا الاستاد بعربيه ما فيش ما وقالوا الشباب التراس ولا ما في. انا خليني في الايجابي. انما الناس انا فرحني عارف بالجون بتاع امبارح ده ايه؟ ان انا كنت لما قلت لحضرتك المره اللي فاتت يعني ان احنا البطولات الفرديه حتى ما احتفلناش بيها لان لسه بدري على ما انجز في البطوله الجماعيه، لان مفيش روح. ما دي روح على فكره. ولا بص انا مش مؤمنه ان الكوره دي لا تدريب ولا خواجه ولا محلي دي روح. اللي عمل الجوهري كان روح، واللي عمل الحسن شحاته كانت روح في الناس وفي اللعيبه. يعني هي جزء كبير معاه حاجات كتير. احنا تركيبه ما ايوه شويه نحب ونكره، بس عشان ما تبقى ما نمشيش اما في تدريب وفي معسكرات. لا يعني ما نمشيش كده. الاهم هو الفكره امبارح، انا كنت عايز اقول لحضرتك كان فكره امبارح ان ده اثبات ودليل ان طالما في نفس في صدرك انت تقدر تقدر. الناس كلها انبسطت امبارح. هو ده كان في حاجه. احنا الشباب لما وقفنا ورا فرقتنا وهي لولا واقفه ديت الله في السماء ما كنا نقدر. لان احنا ده احنا صرخ لنا 18 نبي صرخوا لنا ده امبارح كوره في عرضه بيبو وجنب القايم، لدرجه ان بقيت ايه لما بيعيدوا يا عم ما تعيدش لا تخش جون. انا بقيت من كتر ما الكوره اصلها مش بالبتاع يعني البتاع انا ما اعرفش مع كل حاجه دلوقتي ممكن يتعمل اي حاجه. فمن كتر فانما شوف الاصرار اللي حضرتك بتقول عليه بقى. ولا وامنيا الحمد لله ما حصلش حاجه. انا بحكي انا بقى ده الشباب، انا بقول ان جزء كبير من ده تروج الشباب، احساس الشباب ان مصر يا ابني بلدك. احنا ده الموضوع كان موضوع مصر مش كوره. ما الحقيقه ده موجود، بس هو اللي كان متصدر الساحه الاعلاميه نوعيه معينه من الشباب، لدرجه ان انا تخيلت ان كل الشباب كده وحضرتك تخيلت انه كده، انما واقع الامر ان دولت كانوا قاعدين في بيوتهم اللي راحوا امبارح دول. القصد من الكلام ان احنا نقدر نحرك حاجات كتيره ونقدر نعمل حاجات كتيره. بس لما الاستقطاب ده يخف، يعني الحقيقه الكلام اللي صدر مؤخرا من القعده الاعلاميه اللي حصلت مع الرئيس دي، وطلع الصحفيين يقول لك نعمل قانون ازدراء الثورات ومش عارف
ده زود الاستقطاب والتفتيت والانقسام اكتر. انصار يناير طلع يقول لك مبارك هو السيسي والسيسي هو مبارك، ويشتموا تاني من اول وجديد، والتانيين يقولوا ثوره يناير ايه دي مؤامره. ايه يا عم ثوره ايه اللي انت هتطلع تقنن لي قانون ده؟ انا يعني حاجه ده في نفس العدد، يعني كان في جريده في نفس العدد اللي كاتب فيها الصحفي اللقاء بطريقه مستفزه جدا، في نفس العدد في حديث مع 3 شباب ملحدين. 3 شباب ملحدين ليه الحدتوا وليه كذا وليه كذا، حد مسيحي وحد مسلم وحد مش عارفين كويس. انا ماليش دعوه، كل واحد حر في دماغه وكل واحد حر، ومن شاء منكم فليؤمن ومن شاء. لا مش عارف انا ما هيزعلونا فيه. انما تعمل لي دعايه على الالحاد ليه؟ يعني ده هيفيد مين؟ لا طب احنا دي النقطه اللي هل ده بقى فيه تجريم؟ لا انا النهارده يعني سيبك عايزين نعدي نفس الصفحه اقلب الصفحه، هنا عايز اجرم اللي يقول عليها المؤامره، وهنا عايز. يا ست الدكتوره، عندما يجرى حوار مع ملحد ويتعمل، وعندما يبقى هناك اصرار ان انا بعمل 20 حادثه من اللي توجع القلب انشرها، وعندما يكون هنالك تركيز على انا ما ابصش الا على السلبيات. لا بس الاوبئه تضرب مصر. وباء ايه؟ الحظمه طول عمرها بتيجي وباء. ما يجيش الا وباء. يعني انا عايز اقول النهارده لما يجي ده يعني لما تبقى جرايد بعينها بتعمل هذا الكلام، هو ده الكلام. هي دي بقى الحرب. ما هي دي الرابع والخامس. عشان كده لازم الكلام يبقى بحساب جدا. ما هو انا مش الكلام بقى، احنا لازم دكتوره استنيني، انا الكلام انا هنا لازم اهالينا يبقوا فاهمين. لما يتكتب الكلام ده تفهم ان ده هو بيضرك لحاجه معينه، هو يقصد فيك انه يستنفر فيك حاجه معينه. لما بيجيب بتاع الالحاد ده هو عايز عشان يطلع التاني اللي هو بيعتبر اللي هو مكفرنا دولت خالص بقى. اهو ده بيخدم على مين بقى؟ ما هو كده. عايزين نفهم اهالينا. هي المشكله بقى اللي كل الساده بيتكلموا فيها، احنا عايزين نفهم اهالينا ان الحرب اللي علينا لا من حرب الارهاب. هي دي. انا عايز اقول للناس انها مش حرب دينيه، وهو بيخدم على فكره الاخوان ان البلد دلوقتي علمانيه وبتحارب الدين. ما الاخوان بيشتغلوا على ده يا دكتوره بقى. عشان ايه؟ ان شق يبقى فيه مع وضد. المع وضد، والفكره ان انا انشر ده هو ده جزء من الحرب اللي اسمها النيل الرابع. ده بقى التخديم بقى على ما ده اللي انا عايزين نقوله عشان اهالينا يبقوا عارفين ان ده هو بيعمل. اول واحد ان شاء الله هيتسجن عمرو عمار عشان كتاب الاحتلال المدني بتاع حروب الجيل الرابع دي، وانا وراه ان شاء الله. انا كلمته قلت له احنا هنتسجن سوا. لما عمرو عمار طلع من في برنامج من وانت سمعتيه بس منك، يعني انت مش عايزه سمعتي يا دكتور؟ لما يكونش ليكي مزاج تقولي ما بتقوليش. لا ما خدتش بالي والله. لما طلع بيقول وطى كده وقال يعني اصل في ادله اتلفت. اما يطلع حد في الوزن ده ويقول ان في ادله اتلفت، يبقى هنا دي معلومه مش استنتاج. ادله ايه؟ ادله في القضيه بتاعت قضيه القرن دي ولا عمرو عمار قال كده؟ ده في برنامج تلفزيوني. فأنا القصد من الكلام لما يتقال كلام زي ده في برنامج زي ده. لا ده في واحد قال الأدلة كلها واتلفت. طيب ما هو دي معلومة مش المعلومة دي لما تتقال الهدف منها إيه؟ تقدير، يعني تشكيك وتهييج وتقدير. بيضرب كل اللي عمله في مقتل. الجملة دي بيضرب الكتاب بتاعه في مقتل. دكتوره انا مش عايز افتح الموضوع ده اصلا، والنبي ربنا يخليكي. بلا مقتل بلا القصد من الكلام احنا دلوقتي في حرب علينا، وده اللي بعض اخواننا المثقفين اللي هم المفروض يتكلموا في ده ما بيتكلموش، يعني بيعتبروا ان يعني لا المثقفين بيتكلموا في حاجات ثانيه. هو المثقفين ديت اللقب ده بياخدوه منين؟ يعني انت عندك شاك كده حضرتك فين حته يعني ما تشرحي لي منين؟ يبقى مكتوب عليه كده مثقفيك. يعني لا مؤاخذه يعني والله ما عارفه اللقب ده بيتاخد منين. انا بيقعد حد يقول لي السيده المثقفه، اقول له مثقفه ايه؟ مفيش لقب بيتاخد في ده. انا ممكن الاقي حد امي ومثقف. الثقافه دي ايه؟ الثقافه دي تنوير مخ. يعني لما يبقى في ست بياعت جرجير وفجل ويجوا ستات يقولوا لها تعالي معانا اعتصام رابعه وخدي 200 جنيه وتجري وراهم بالشبشب، دي مثقفه. يا سلام، دي مثقفه احسن من كثير من المنتشرين
على دماغنا وعلى عينينا وعلى قفانا. الاستاذ مصطفى الفخراني بيقول لي برجاء القاء الضوء على سماح امريكا لايران والميليشيات الشيعيه بالحرب على داعش لتتحول الحرب الى حرب مذهبيه، ومدى خطوره هذه الخطوه. اشرحي بقى. امريكا دلوقتي مساله داعش دي بقت باينه قوي، هي بتضرب في سوريا، يعني هي غلط يا حرام، رمت سلاح جه غلط في ايد داعش، مش قصدها، هي قصدها توديه للناس اللي بيضربوا داعش، وبعدين جت تضرب داعش راح ضربه سوريا، ده غصب عنها برضو يعني، فمعلش يعني. انما طبعا الضربات قرار التصدي بحرب طيران على داعش ده ضرب سوري باين. وخلاص على فكره خدت بالك من حاجه، ما بقاش دلوقتي كان كل شويه يقول لك ايه الاكراد في كردستان بيهزموا داعش، خلاص داعش سابوا كردستان ومشي، خلاص كملت، اتقسم كردستان حته من العراق على حته من تركيا يستاهلوا على حته من سوريا، بقت دوله كردستان وانتهينا، وقريبا هتسمع بقى قيام الدوله الكردستانيه وانتخابات وخلاص خلص. بص يا دكتوره، هم وداعش راح تشوف لها حته ثانيه. هي فكره، بس هو طبعا بس ربنا ان شاء الله هيلي امريكا في مصيبتهم هم. الاستاذ محمد السارتة بيقول عندما يشتهر الناشط السياسي وقاتل السادات والثوريين وهي ليست مهن، ويتم استضافتهم في الفضائيات التي كانت تلهث خلفهم وكذلك الصحف، ولا نهتم بالعلماء والمفكرين ومن يعمل على رفع شأن البلد، فأي بلد يريد التقدم يجب عليه العمل على أساس العلم في ظل العدل، وليس الجدال والخلاف الذي مضغ الشعب على مدار حوالي 4 سنوات. مهندس محمد السارتة. للأسف الشديد، ما هو لما أنا وحضرتك نقعد نتكلم في التاريخ احنا مش عاملين حاجه حراقه، لا بنتخانق ولا بنشتم ولا بنقطع هدوم بعض ولا بنشتم ناس تانية. شفت واحد بيسب الدين ده الحوار، فطبعا مش حراقين. الكلام العاقل مش حراق. على فكره برضه يا دكتور، انا عايز اوصل برضه عشان فكره الناس بتتصور لما حد بيعمل حاجه زي دي ان هو بيعملها يعني من قبيل، قال يعني بيعمل ساره. يا جماعه احنا بقالنا بيطبق علينا بقالنا 4 سنين حاجه، وكلنا شركاء في هذه الجريمه. احنا على فكره احنا كلنا جزء من المؤامره اللي اتعملت علينا، احنا بننفذ فيها دون ان ندري. طبعا بنتسرق. فبنتساق وبنتعمل والكلام ده كله. بدليل ان حدث زي التسريب الخايب لهبل اللي عاملينه الاخوان غبي جدا. انا اول ما حد مخضوضه جت بنت اخويا قالت لي عمتوا الحقيقه، قلت لها ايه العبط ده يا بنتي؟ ايه ده الهبل ده لا صوت فلان ولا علان ولا صوره علان ولا عبط، حاجه خايبه جدا. انما هي الفكره ايه؟ بتخلقي حاله استنفار وجدل وتضاد والكلام ده كله، والحق خطر، الحق مش عارفه ايه الحق. كل ده هو يبدو ان هم يا حرام زي ما حلموا ب 28 نوفمبر بيحلموا بحاجه في 25 يناير. انا مش هيحصل، هم خلاص جابوا زيت يعني. انا فكرت في حاجه غريبه جدا، قلت يا ربي الاخوان لما قاموا باحداث يناير دي وما بعد، ما لو كان الهدف هو اسقاط مبارك، الراجل مشي بعد 16 يوم وكانت هديت. اسقاط دوله مش اسقاط دوله. استسلينا بقى مجلس الشورى محمد محمود الاولى والثانيه، مجلس الوزراء الاولى والثانيه، وزاره الدفاع وماسبيرو والحاجات دي. هم كان كل اللي في دماغهم، وانا عشان كده حسيت ان هم سياسيا بينتهوا لما دخلوا على التكويش. ان قال لك احنا مش داخلين الانتخابات البرلمانيه غير مش عارفه كام في الميه، راحوا داخلين مكتسحين، مش هنخش برئيس داخل، مش هنخش رئيس. اول ما قالوا هنخش رئاسه قلت نهايتهم السياسيه. كنت في برنامج لان عصر التكويش انتهى، هم في مخهم التجربه النصريه على فكره، بس تمكين ده فكره ثوره يوليو لما جت كل الوزارات كانوا ناس عسكريين، كل الهيئات والمؤسسات ناس عسكريين، كل رؤساء مجلس الاداره ناس عسكريين، حتى الثقافه حتى التعليم حتى كل حاجه. فهم عملوا زيهم في كل حاجه. هم نسيوا حاجه، اغبياء برضه اللي بيتكلموا عليها دلوقتي. ما دلوقتي ما تنفعش، محكمه الثوره. فاتدبسوا في حاجه. الحقيقه مبارك اللي دبسهم في الموضوع لما طلع في التسجيل الشهير اللي كان صوتي على قناه العربيه وقال انا مش هقبل تلميس السمعه بالشكل ده، عايزين تحاكموني حاكموني. راحوا مقدمين بلاغات بعد ساعه وحكموا. فاحرجهم، هو دخل في سكه المحاكمات القضائيه. هم بقى كانوا لو كانوا فعلا واعيين كانوا ناصبين محكمه الثوره. محكمه الثوره دي ايام حادث المنشيه بتاع 54 محمود عبد اللطيف ابتدت
في اخر كانت 24 اكتوبر ولا حاجه كده، انتهت اسبوعين 3 نوفمبر 4 نوفمبر كانوا بيتعدموا. اسبوعين ما كملوش اسبوعين، 10 12 يوم. عضو يمين عضو يسار، انت متهم، انت كذا. ده هو مين ده انت العدد المحكمه بتاع محكمه الغدر لما تشوفي تشكيلها، محكمه الغدر تشكيلها كان مستشارين، 2 مستشارين و4 ضباط. يعني انا عندي كل وضباط ايه، ضباط رواد يعني، حتى مش كبار في اللي ذكي جدا كان السادات جدا. هذا الرجل ذكاء سياسي متفرد في كل الضباط الاحرار. هو كان عضو يمين، عضو يسار. كان حسن ابراهيم وعبد اللطيف البغدادي رئيس الجلسه، وهو كان عضو يسار. طول المحاكمه لما تقرا بقى الكتب قاعد ساكت. تلف الايام دي اللي اتحاكم فيها واعدم فيها عوده واعدم فيها السبعه، ومنهم محمود عبد اللطيف. تحس يا عيني انه ولد غلبان، ده ما فيش يا عيني، ما ده سمكري، ولا سمكري من امبابه وحاجه. وتحس برضه ان هم بيدبسوه. لا هو يعني مش غلبان انه ما عملش. الرئيس المباشر قال لك انا قلت له والله اوعى تروح. كان اسمه مش عارفه رئيس الخليه بتاعته. رئيس الخليه بتاعته. هم سبعات مش عارفه كان اسمه ايه، دندراوي ولا البتاع. فالراجل يا عيني الواد قال ممكن اتكلم، فقال له اتكلم يا ابني قول فيه. قال له يعني ممكن يبقى رئيس المباشر واحنا متعلمين السمع والطاعه ويقول لي ما تروحش تقتل، اقول له لا انا مزاجي اروح واروح غصبا عنه اقتل، ما اجي جايب المسدس ما هو. فتحس برضه فيهم الندالة دي. كان ممكن تتعمل دي بقى السادات. ما كمل لك السادات تلف الايام وتدور. واحد الاشخاص ايام ابو الفتح جري على بره، ما هو خدم الثوره جامد جدا جدا، وبعدين راحوا مصدرين المصري بتاعه، هو كان هيتسجن، جري يعني هو واخوه على بره. ايامها قدرت الاموال اللي صدرت بتاعت ابو الفتح بممتلكات الجريده بالمطابع بالبتاع ب 350,000 جنيه سنه 4، يعني 3.5 مليار دلوقتي. واتخذت بقى المصري بتاعت الوفد دي واتعملت التحرير واتعملت الجمهوريه. فبيقول له ينفع كده يعني الراجل اللي يخش محكمه الثوره؟ قال له عادي. قالوا طب ده احنا في المحكمه حاولنا. قال له حاولت ايه؟ انت فاهم ان محكمه الثوره دي للقضاء في الاحوال؟ قال له امال ايه؟ قالوا لا دي للقضاء على المتهم. دي جمله السادات. الراجل ده كان ذكي ذكاء غير عادي. انا بقى لما اجي اقيم فتره حكم السادات اقيمها على ان كان في عجز في التليفونات، ولا ان كان في مش عارفه البنيه التحتيه فيها ايه، ولا ان الفول غلي، ولا ان السكر الراجل واخد البلد تلتها محتل. ما فيهاش قطع غيار للسلاح اللي اوريدي عندك، اللي فضل سلاحك اللي فضل، والروس والبتاع طلعوا عينه لغايه ما قدر يجي المصريين يقول لك عبد الناصر هو اللي حط خطه العبور قبل ما يموت. يا راجل ده خطه العبور اتعمل عليها 254 تجربه، والراجل لولا طرد الروس وعمل العمله الجباره بتاعته دي اللي عارف يحارب. ماشي على عيني وراسي، ما هو عبد الناصر والسادات مسك. هو هنا برضه اقيمه ازاي؟ انا هنا النقاط بس عشان برضه هم دي الدماغات اللي عايزه دايما المجتمع يبقى مقسوم. الرئيس عبد الناصر مات في 70، واحنا عندنا حرب الاستنزاف قعدت 500 يوم ووقفت لما ريه رولرز عمل المبادره بتاعته. حرب الاستنزاف الرئيس عبد الناصر مثلا يحسب للراجل ده حاجات كتيره، يحسب ان هو بدا بناء الجيش، يحسب ليه انه محمد فوزي لما ريه، يحسب ليه انه عمل لنا دفاع جوي. انما مش معنى كده ان انا انكر ان السادات انه كان شماشيري مثلا، يعني ما ينفع. وانا ولما اقول كده مش التقديس لمجرد التقديس. هي دي بقى يا جماعه ما تتعرضوش بقى للايه، لان كنتوا هو ده بقى ازاي اقيم التاريخ بقى والتقييم. هو ده بقى اللي انا بقوله. يعني زي ما قلت طب ما تيجي نخلي بقى الموضوع ده كله بعد قبل النظره. ما لا مش اللي النظره، حتى ما ده الحصه خلصت، ده احنا طالعين مروح لو النبي. والله مروح دلوقتي خلاص. انما هي الحكايه عشان خاطر نكمل نحاول نكمل يوم الاحد ان شاء الله اذا ربنا والله اجي لك يوم الاحد. خلاص خلينا احنا كل يوم الاحد درس التاريخ. طب خلاص نقيم بقى فتره ما قبل. لا احنا هنخليها في التاريخ وفي الجغرافيا وفي كل حاجه. ما قبل ثوره يوليو. وازاي اقدر اقول يعني الناس كلها تقول لك ايه ثوره يناير والتغيير؟ على فكره ما حصلش تغيير، النظام اتغير.
دي الناس اللي مش فاهماها، مش مقدره. النظام هو امتى النظام اتغير؟ من يوليا النظام اتغير. قبل يوليا كان في احزاب، كان في تداول السلطه، كان في ملك يملك ولا يحكم، كان في دستور محترم كويس، وكان في وزاره بتتحمل المسؤوليه الوزاريه. يعني يحصل حريق القاهره تستقيل وزاره النحاس مثلا. دخلت انا على نظام تاني خالص، هنا اتغير النظام. انما من يناير فوضى ولم يتغير شيء. يعني انا ان شاء الله الست الموجهه انت حضرتك الموجه العام ان شاء الله الوقت نلتقي. جري بسرعه قوي. نلتقي الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاحد. خلاص دكتوره إحنا بشكرك يوم كل أحد جدا. الدرس انا قاعد كده. على فكره عمال بستفيد وبتعلم والله. ربنا يخليك العفو. وبتفشخر ان انا بقول لهم والله العظيم انا كنت شايفها وقاعد معاها، والله انا بتفشخر يعني. ربنا يخليك. شكرا يا دكتوره، بشكر حضرتك ميرسي، جدا. ربنا يخليك. تصبحوا على خير.